القصة دي غريبة جدا يا ناس، أقسم بالله وأنا اتأكدت من القصة دي إنه في ناس في الدنيا دي ما بيستحقوا المساعدة خالص. الصورة اللي أمامكم ده لواحد اسمه حسن مقيم في فرنسا، هنا عنده حوالي 37 سنة وهو مقيم في فرنسا. والصورة الثانية دي لواحدة تيك توكر اسمها آية، عندها حكاية 1,700,000 متابع لمنصة التيك توك يعني. ومحتواها كالآتي: بتساعد الناس المشردين، وهنا في فرنسا الناس زي دي الكتار جدا، يعني في ناس بيكونوا فاقدين سكنهم وما عندهم مساعدات بيكونوا نايمين في الشوارع وكده يعني. المهم البنت دي بتمشي الشارع بتلقى الناس المشردين ديل، بتسألهم لو عندك الرغبة تقدم أي يوم، واليوم عبارة عن شنو؟ أول شيء بتوديك الحلاق يزبط لك دماغك، بعد ما يزبط لك دماغك تمشوا الدكان بيشتري لك كم غيار كده، ومنه تمشوا المطعم المهم تاكل تملى كرشك، وبعدين شنو تجي تحكي قصتك الأسباب اللي خلاك انت تصل المرحلة دي شنو. والمتابعين كانوا مستمتعين جدا بالمحتوى اللي هي بتقدم، وكانوا بشجوها في التعليقات بيقول لها استمر وده عمل جميل، لكن ما حتتخيلوا في نهاية المطاف حتحصل شنو. المهم في واحد من المعارف ولا من المتابعين قال لآية دي في واحد برضه زول مشرد وقاعد في الشارع ومحتاج منك مساعدة يعني. فآية قررت تمشي تقابل أمنا حسن ده. المهم مشت له في الشارع، ودته الحلاق حلقوا له دماغه، ومشوا الدكان برضه يشتروا له ملابس، ومنه مشوا المطعم وأكلوا جراجين عشان يحكي قصته السبب الخلاه هو يصل المرحلة دي شنو. القصة طويلة جدا، لكن باختصار كده الزول ده حصل له مشاكل بينه وبين زوجته، وقصته كانت حزينة جدا. البنت نشرت المقطع، بعد ما نشرت المقطع الناس اتعاطفوا معه جدا وحالته كانت صعبة. البنت قررت تعمل له صندوق التبرعات. اتخيلوا في خلال يومين فقط الناس اتبرعوا له ب35,000 يورو من شدة ما قصته كانت حزينة. البنت اتصلت عليه وقالت له انت الان الناس اتبرعوا لك ب37,000 يورو، لكن القروش هو كان 35,000 يورو. عشان تمشي تعمل الإجراءات اللازمة، لأنه البلد ده الصندوق بيكون بطريقة رسمية، والتحويلة ذاتها ما بيمشي إلا لصاحب الحساب. وقبل ده البيت كانت بتتابع معاه وودته المستشفى وفي علاجات وعملت حاجات كتيرة. البيت مشت عملت إجراءات اللازمة وحولت له 35,000 يورو. بعد ما استلم القروش لقى القروش 35,000 يورو. اتصل على طوالي: كيف انت تقولي لي في المكالمة القروش كان 37,000 يورو وحاليا انت حولت لي 35,000 يورو؟ البنت حاولت عشان تشرح له الحاصل شنو بالضبط كده، اما انا حسن ما سكت، قال لا 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 لا، كيف انت تقولي القروش ده 37 والان بتحول لي 35؟ اما انا حسن ما سكت على كده، مشى جاب محامين ومشى المحكمة واستدعوا البنت دي في المحكمة. البنت كانت حزينة جدا وطلعت بالمقطع زي ما شايفين امامكم هنا. البنت كانت بتبكي يعني، وكانت بتقول يا اخي كيف انه الواحد عنده الرغبة انه يساعد الناس المحتاجين، بعد ما تساعد الزول يجي يوصلك لمرحلة زي دي، يعني من 0 يورو في الحساب الى 35,000 يورو. تخيلوا يا جماعة، يعني انا اتأكدت من المقطع ده انه في ناس في الدنيا ده ما بيستحقوا الخير خالص يعني. وحتى لو انت عندك الرغبة داير تقدم الخير للزول، والله الا تعمل حسابك شديد، انت من 0 يورو ل 35,000 يورو. يا حتى لو البيت دي ادتك 30,000 يورو قول الحمد لله، لانه انت وضعك كان وضع سيء جدا. الزولة دي سعادتك ما في داعي يعني. انت لا اله الا الله محمد رسول الله. والله فعلا الناس بيبقوا كعبين جدا. ها ان شاء الله يبقى عزة وعبرة للاخرين. لو داير تساعد زول اعمل حسابك.